تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم قضايا إريتريا. في هذه الحلقة نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور خالد رمضان، الخبير بالمؤسسات والمنظمات الخيرية، وكذلك نستضيف عبر الهاتف الدكتور حسن سلمان، الداعية المعروف والخبير والباحث في القرن الأفريقي، والأستاذ رمضان محمد نور، كذلك الخبير في الشأن الإريتري. مستمعي الأكارم، تتابعون عبر الهاتف 00447947411417، وكذلك نأمل منكم مفاعلة التفاعل مع الموضوع حول ما يتعلق المؤسسات والمنظمات الإنسانية الخيرية ودورها تجاه الشعب الإريتري بنوعيه. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الدكتور خالد رمضان، فأهلا وسهلا بكم دكتورنا أبا عامر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخنا الكريم الشيخ برهان سعيد، وأنا سعيد بهذه المشاركة إن شاء الله. دكتور خالد، في مدخل حول العمل الخيري والإغاثي، رؤية الإسلام فيه وما جاءت فيه من النصوص كتاب السنة، لو تحدثنا بإيجاز عن هذا الموضوع حتى نستطيع من خلاله أن ندخل في صلب الموضوع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا شك أن الإسلام جاء حاثا لهذه الأمة على أن يكون لها مساهمة في الخير ومساهمة تجاه الأعمال الخيرية بشكل عام. والقالب الذي جاءت به الشريعة تقدم فيه هذا الأمر هو أن الإنسان يقدم هذا الخير لنفسه وليس للمستفيدين. فالله عز وجل يقول: وما تقدموا لأنفسكم. فربط هذا الأمر كله بتقديم الإنسان الخير لنفسه وتقديمه لهذه الأمة التي تحتاجه، فهو كأنه يقدم لنفسه هذا المعروف الذي يقدمه للآخرين. حث الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، لأن الشريعة وهي تتحدث عن العبادة التي هي حق الله سبحانه وتعالى تربط دائما بين حق الله عز وجل وحق عباده. الله عز وجل يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. فربط بين التكذيب بالدين وعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأيضا بمنع اليتيم لحقه. وهكذا في القرآن الكريم جاء الحث على إقامة الصلاة وعلى إيتاء الزكاة وعلى الربط بينهما، بين الأمر المتعلق بالعبادة والأمر المتعلق أيضا بالعمل الذي يقدمه الإنسان في الخيرات. فلا شك أن هذا الأمر من صميم الأمور التي حثت عليها الشريعة والتي دعت إليها في شريعتنا، وهي أن يعمل الإنسان ويقدم الأعمال الخيرية. هذا الأمر لأن من سنن الحياة أن
خلق الله عز وجل هذه الحياة بقدر، فيها المصائب وفيها المشاكل وفيها الاحتياجات الكثيرة التي يحتاجها الناس، ولذلك يعني كان لزوما على الناس أن يعين بعضهم بعضا وأن يقف بعضهم مع بعض، خصوصا في الشدائد التي تنزل عليهم. نعم. جميل، جميل هذا الطالع. دكتور خالد، صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بسبب إخلاصهم ودعائهم. ما الرابط بين النصر الذي وعد به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبين الوقوف مع الضعفاء؟ ما الرابط شيخ خالد؟ الرابط هو الوقوف، هو أداء حق العباد. يعني ربنا سبحانه وتعالى كلما نصرت عباده كلما يعني أعانك ووفقك. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى في أشياء كثيرة فيما يتعلق بحقوق الآخرين يربط هذا الأمر يعني بحق الله سبحانه وتعالى. في السنة لما يقول يعني في الحديث القدسي: مرضت فلم تعدني فكيف أعودك يا رب؟ قال: يعني مرض عبدي فلان لو أنك زرته لو جئتني عنده كذا. فهذا كله من باب أيضا الربط بين حق الله سبحانه وتعالى وحق عباده. وأيضا الحقيقة أن هؤلاء الضعفاء هم أقرب إلى الله عز وجل دائما في صلاتهم وفي دعائهم وفي إخلاصهم، فدعائهم لكم ويعني ثناؤهم عليكم يعني مما يعني هو مظنة أيضا التوفيق لكم والاستجابة، استجابة الله سبحانه وتعالى لدعائهم عندما يدعون لكم أيضا بالتوفيق والسداد. طيب دكتور خالد، جزاك الله خير على هذا العرض وعلى هذا الرابط الجميل. المؤسسات الخيرية والمنظمات الإنسانية سواء كانت الإسلامية أو العالمية ما من دولة إلا وتتمتع بوجود هذه المؤسسات في داخل بلدانها، تخدم الضعيف وتطعم المسكين وتكسي العاري، وتقوم حقيقة على جوانب كثيرة من التعليم والتثقيف بلا استثناء، تقريبا بلا استثناء، ما عدا إريتريا لا يوجد فيها حسب علمي أي منظمة خيرية تقوم بهذا المجال، لا يوجد أبدا، النظام لا يسمح. برأيكم ما الذي ينبغي عليه أن يقوم الشعب تجاه هذا الأمر؟ نحن نناقش هذه القضية من زاوية ما ينبغي عليه أن يقوم الشعب الإريتري. إذا كان نظاما لا يسمح فهل نقف مكتوفي الأيدي أو لا؟ نناقش من هذه الزاوية. نعم. الحقيقة لا ينبغي لنا أن نقف يعني مكتوفي الأيدي، لا يعني ينبغي لأحد أن يترك هذا الواجب الذي هو يعني أقل ما يقال فيه يعني من فروض الكفايات، ولم تقم الكفاية به على مستوى يعني كثير من البلدان. الحقيقة يعني هناك تجربة ينبغي أن ينظر إليها بنظر العناية، تجربة ما كان يحصل في دول الاتحاد السوفيتي في فترة يعني التشدد على المؤسسات الإسلامية والعمل الإسلامي بشكل عام في الجمهوريات الإسلامية. لم يقعدهم هذا عن أنهم، مع أن البلشفية الاشتراكية الروسية كانت شديدة جدا، يعني تبطش بكل من تجد عنده مصحفا أو عنده ميول دينية أو عنده يعني رغبة، تبطش بهم أشد البطش. فكان الحل المناسب الذي لجأ إليه الناس أنهم يعني بحثوا عن وسائل للتعليم والتعلم، سواء في الحجرات أو في يعني احتالوا على الأنظمة بطرق كثيرة حتى يعني يؤدون رسالتهم. أصحاب العمل الخيري لديهم رسالة كبيرة، هم يحرصون على إيصال النفع للمستفيدين. إذا كان هناك مشكلة في أي بلد لا تسمح بدخول الإعانات، لابد أن يحتال الناس على الأنظمة بما يحقق وصول الخدمات للمستفيدين. وهذا الأمر ليس فيه صعوبة بقدر ما فيه تحدي ينبغي على الناس أن يتجاوزوه بالبذل والعمل. الناس الآن تتحدى النظام، وهو يعني أحيانا يمنع حتى التجار من ممارسة تجاراتهم، فيلجؤون إلى التحويلات الشخصية ويلجؤون إلى
يعني التهريب، ويلجؤون إلى كثير من الأمور التي يتجاوزون بها التحدي الذي يعني يمر بهم. لكن طبعا هذا هنا دكتور يعني خالد نحن يجعل المسؤولية أيضا على الإسلاميين وعلى المنظمات الإسلامية أيضا أن تجتهد في أنها يعني تعالج الموضوع بشكل سليم، وتجد الحلول لهذه القضية، وتنفذ الخطوات بشكل يعني الخطوات الإنسانية بشكل مناسب يضمن وصول الشيء إلى المستحقين في طيب أنحاء. دكتور خالد، طبعا أن نحن هنا من خلال هذا المنبر لا ندعو إلى مخالفة الأنظمة والقوانين، إنما ندعو لإيجاد حلول وأفكار ممكن أن تساهم في إغاثة إخواننا في داخل إريتريا. نوجد أفكار ونعمل ورشة عمل. إذا كان النظام لا يسمح بإقامة المؤسسات الإنسانية لا نقف مكتفي الأيدي، ولكن نوجد أفكار وحلول لا تخالف النظام ولا تخالف القوانين ولا توقعنا في حرج، وفي نفس الوقت تؤدي إلى إغاثة إخواننا والوقوف بجانبهم. الشعب الإريتري بحاجة إلى إغاثة شديدة جدا في داخل إريتريا. هناك وضع مأساوي في مناطق عفر، فبالتالي فقط أحببت أن أركز على هذه النقطة. طيب دعنا نتحدث. أنتم أشرتم إلى نقطة مهمة وهي ما يتعلق بدور المنظمات والمؤسسات. في الحقيقة هي غير إريترية. هناك منظمات غير إريترية يديرها إريتريون. نحن سنتحدث عن الجميع. هناك مؤسسات عامة وعالمية، وهناك مؤسسات ومنظمات إنسانية يدير هذه المؤسسات الإنسانية نخبة من الشعب الإريتري. سنسلط الضوء الآن على هذه المؤسسات التي تهمنا والتي هي تحت أيادي إخوة إريتريين. ما دورها في ظنك؟ حتى لو تمر علينا دكتور خالد بلمحة تاريخية سريعة، لها. العمل الإسلامي في إريتريا مر بمراحل كثيرة فيها يعني تحديات. يعني في بعض الفترات يعني واجه يعني فترة انتعاش، خلينا نقول. إلى حد كبير كان الناس يستطيعون أن يذهبوا إلى إريتريا لتقديم العون عن طريق المنظمات الإسلامية في كثير من البلدان. ساهمت وشاركت وقدمت كثير من الخير والمعونات للشعب الإريتري. لكن حقيقة أنا لا أريد أن أركز فقط على هذه المنظمات، لأن الحكومة الإريترية في الغالب تمنع المنظمات كمنظمات على العمل، وتسمح لبعض المنظمات الإنسانية التي تعمل في ظل دولها، لكن حقيقة في وضع جدا محدود من حيث القدرات، من حيث عدد المشاركين، من حيث اتساع بقعة العمل. فالعمل لا يزال يعني في أضعف ما يكون. لكن كان هناك عمل للجمعيات الإسلامية، وعملت في فترات متفرقة وقدمت كثير من النفع. لكن هذا يعني كان في أوائل التسعينات وقبلها في الثمانينات كان هناك كثير من الجمعيات يعملون. أنا الحقيقة أريد ألفت النظر إلى أنه كثير من إخواننا الشباب الذين يعيشون في الخارج لديهم أدوار جيدة في العمل الخيري في الداخل، لكن دون أن يكون هناك يعني ارتباطات متعلقة بالمؤسسات. السبب في ذلك يعني صعوبة أن تجد يعني تصريح أو ترخيص للمؤسسات حتى تعمل في داخل إريتريا. فكان الحل هو أن يعملون بشكل فردي في هذه في إريتريا، ويدخلون ويقدمون خدماتهم للناس. أيضا كان هناك الحقيقة مجموعة من الإخوة الذين عملوا في منظمات دولية وحاولوا أن يسخروا هذه الأعمال في المنظمات الدولية إلى صالح إخوانهم في إريتريا. لكن للأسف الشديد يعني كثيرا ما يواجهون بتحديات ويواجهون بصعوبات تتعلق بالتحويلات، تتعلق بالوصول إلى بعض الأماكن، بالحصول على التأشيرات، بالحصول على الإذن من الحكومة حتى يقدموا الدعم للشعب الإريتري. طيب دكتور خالد، بما أن كثير من الإريتريين قد حصلوا على الجنسيات المختلفة
خصوصا للدول العظمى كالولايات الأمريكية المتحدة أو بريطانيا أو ألا يمكن لهؤلاء الإريتريين أن يكتبوا عريضة لدولهم بحيث أنهم يضغطون على النظام الإريتري حتى يستقبل المعونات والمساعدات للشعب الإريتري في الداخل؟ ما رأيك في هذه الفكرة؟ فكرة جيدة. طبعا أنا أقول إنه العمل الإريتري العمل الإنساني ليس هو فقط في ميدان تقديم الخدمة للمستفيد فقط. المستفيد يحتاج إلى تقديم خدمة، المنظمات الخيرية تحتاج إلى تسهيل أعمالها ونشر يعني برامجها على مستوى الإعلام وعلى مستوى الميديا، الإعلام البديل، وأيضا الحقوق، الجانب الحقوقي. يعني حقيقة كثير من الضغط الذي تمارسه المجموعات في الغرب يؤدي بنتائج إيجابية على مستوى سماح الحكومة لبعض الجمعيات، لكن حقيقة يعني التحدي الأكبر في أن الحكومة الإريترية يعني أذنها صماء عن الاستماع للآخرين، لا تريد أن تستمع، لا تريد أن تعترف لأحد، لا تريد إلا يعني الحل الأوحد في مجالها. حتى لو طلبت منها شيئا تقول لك سلمنا نحن ونحن نقدم هذه الخدمة للمستفيدين. للأسف يعني هم لا يقدمون شيئا. الله المستعان، الله المستعان. طيب دكتور خالد، هذه المنظمات الإنسانية الإريترية أو إن صح التعبير التي يديرونها الإريتريون في خارج إريتريا، برأيك ماذا قدمت للشعب الإريتري في أرض المهجر، سواء كان في مناطق المهاجرين في السودان أو في جيبوتي أو في اليمن أو في أثيوبيا؟ لو تحدثنا عن جهودهم باختصار، ثم سننتقل بعد ذلك عن مدى التنسيق فيما بينهم. نعم، الحقيقة الجهود التي قدمتها المنظمات الإسلامية وغيرها وغير الإسلامية في إريتريا وفي المهجر جهود كبيرة جدا جدا. تستطيع تقول ما من مدرسة يعني في الداخل أو الخارج إلا وبنتها هذه المؤسسات. يعني المؤسسات الإسلامية بلا شك لها الجهد الأكبر والعمل الأكثر في هذا الموضوع. المؤسسات الإسلامية دورها وعملها وبنائها للمستشفيات وللمدارس وللمعاهد ويعني شيء ظاهر للغاية. حفرهم للآبار، تأسيسهم هل عندك إحصائيات معينة تفيدنا بها؟ هل لديك إحصائيات معينة تفيدنا بها دكتور خالد؟ عدد الآبار، عدد المساجد، عدد المدارس، هل ممكن ولو بالتقريب؟ لا توجد إحصائيات حاضرة الآن، لكن حقيقة يعني معسكرات اللاجئين في السودان على سبيل المثال وفي جيبوتي وفي أثيوبيا، كل الذين يشتغلون فيها هم المؤسسات الإسلامية. المساجد التي فيها والمدارس التي فيها بناها خيرون من السعودية، من قطر، من الإمارات، من الكويت، يعني من تركيا، من هذه الدول الإسلامية شاركوا وبنوا هذه المدارس، المعاهد، المساجد، حفروا الآبار، بنوا المستوصفات. كل البنية التحتية في هذه المناطق التي هي مناطق اللجوء هي الحقيقة من جهد المؤسسات الإسلامية التي عملت عليها على مدى يعني 40 سنة الماضية. طيب جميل، للأسف جميل، جزاك يعني الله خير. فترته طويلة جدا الذي حصل. جميل، تحية إكبار وتعظيم وإجلال لهذه المنظمات الإنسانية الإريترية، مع سؤال الله سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك في موازين حسنات مدرائها والعاملين عليها ومن دعم أيضا. دكتور حسن معنا على الخط. سلام الله عليكم دكتورنا الغالي أبو البراء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا، أهلا وسهلا. اليوم الاستديو خالي من شخصكم الكريم، ولكن ما زلتم معنا ما شاء الله عبر الهاتف. جزاكم الله خير، يزدان بوجودكم ووجود الدكتور خالد. حياكم الله جميعا، حياكم الله جميعا. دكتور حسن، تحدثنا عن جهود المنظمات الإنسانية الإريترية التي يديرونها مجموعة من الإريتريين حول ما قدمته بنبذة مختصرة بطرح دكتور خالد رمضان. ما رأيكم في دور الدعم الإريتري؟ لو تحدثنا عن دعم الإريتريين للإريتريين، ماذا قدم الإريتريون لإخوانهم الإريتريين سواء كان في الداخل أو في الخارج؟
حدثنا عن هذا، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حقيقة فيما يتعلق بدعم الإريتريين للإريتريين يكاد يكون قديم. أنا في تقديري قدم الوجود الإريتري نفسه، يعني ابتداء الحالة الإريترية لو أردنا أن نتتبع حتى قبل التحرير، نتتبع الوضع الإريتري، كان التجار الإريتريون والداعمين الإريتريين تقريبا هم من كان يؤسس المساجد ويقوم بدعم الدعاة ودعم المدارس وهذه أول كحالة قديمة عموما معروفة بأن الإريتريين كانوا أول من دعم نفسه قبل أن يتلقوا أي شكل من أشكال الدعم الخارجي. ثم لما جاءت كذلك الثورة الإريترية لاحظنا أيضا الدعم الخارجي نعم حضر بشكل كبير وفاعل، ولكن ظل كذلك الوجود ظل كذلك الدعم الخاص بالإريتريين يبدو لي لم ينقطع، سواء في شكل تبرعات خاصة من الجاليات الإريترية أو تبني بعض التجار لأعمال خيرية معينة. ثم نشأت بعد ذلك منظمات على الأقل في ظل شرق السودان على وجه التحديد، سواء قبل التحرير أو بعد التحرير نشأت كذلك منظمات إريترية وبرزت بشكل كبير فيها جملة من المنظمات الخيرية حقيقة التي امتازت على الأقل بالدعم، سواء في مجال العمل الخيري الإنساني أو في مجال العمل الاجتماعي أو في مجال العمل التنموي. واشتهرت كما ذكرت مجموعة من المنظمات الخيرية وهي الآن بارزة بفضل الله سبحانه وتعالى. الداعم الإريتري حاضر في المشهد في كل هذه المحطات. يعني أريد أن أقول حتى لو كانت هذه المنظمات تتلقى دعما من غير الإريتريين، لكن الدعم الإريتري حاضر وموجود ولم يقف في تقديري. ولكن يمكن أن نقول بأن المسألة تحتاج إلى نوع من التنسيق ونوع من الترتيب بشكل أفضل حتى تكون إن شاء الله المسألة يعني أفضل من ما هي عليه الآن. يعني دكتور حسن، هل أنت راض الآن عن دعم الإريتريين؟ أتوقع أن الإريتريين حقيقة هناك رجال أعمال، هناك أصحاب إمكانيات، وهناك أيضا أخوات سيدات أعمال. يعني هناك الشعب الإريتري ليس برمته فقير، خاصة الذين يعيشون خارج إريتريا. هناك حقيقة فئة تعتبر مقتدرة جدا للدعم. هل أنت راضي عن هذا الدعم للشعب الإريتري؟ بطبيعة الحال صعب أن نقول بأن هنالك رضا، لأننا نلاحظ بأن حتى القادرين على الأقل ممن يمتلكون أموال ويمتلكون قدرات أو إمكانات مالية لم يكن حقيقة الدعم بالشكل المطلوب. يعني ربما نحن نتحدث حتى في زوايا الدعم التي ذكرت، نتحدث عن البسطاء ربما أو متوسطي الدخل الذين يتواجدون في بعض المواقع كالخليج وأوروبا وأستراليا وأمريكا وكندا. لكن لو أردنا أن نأخذ شريحة التجار وشريحة رجال الأعمال فإن المسألة حقيقة ليست مرضية ودون الطموح المطلوب، بل يفترض أنه في هذه الفترة كان تبرز لنا على الأقل من رجال الأعمال مؤسسات تنسب إليهم وأعمال على الأقل تكون بأسمائهم بواجهاتهم، ولكن هذه المسألة على كل الآن غير موجودة، وبالتالي الطموح كما ذكرت دون المستوى المطلوب. طيب دكتور حسن، نصيحتكم في خلال 30 ثانية، ما هي رسالتكم للشعب الإريتري؟ نصيحتي حقيقة أننا في هذه المرحلة التاريخية التي يغيب فيها الدور الحقيقي للدولة لاعتبارات كثيرة جدا لا نريد أن نخوض فيها، نصيحتي بأن الشعب الإريتري عليه أن يقوم بمهامه الاجتماعية والمهام التنموية ومهام الدعم والمساعدة، وأن يكونوا بعضهم لبعض، وأن يكون هنالك التراحم والتكافل، وأن القوي يعين منهم الضعيف. شكرا دكتور حسن. تكافل في كل المجالات. شكرا دكتور حسن سلمان الباحث في القانون الإفريقي، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدي الأعزاء، معنا الدكتور أخونا رمضان محمد نور، باسمكم جميعا نرحب بهم. مرحبا أستاذ رمضان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ برهان، إن شاء الله طيب. حياكم الله، أهلا وسهلا. والإخوة العاملين كلهم تحيات إن شاء الله، وجمعة مباركة. آمين آمين. نورت قناة شبكة السلام الإعلامية، أهلا وسهلا. الله يبارك، منورة بأهلها، وشكرا وبارك الله فيك. بارك الله. أستاذ رمضان، استمعت لطرح الدكتور حسن سلمان من قبل الدكتور خالد رمضان، أكيد كنت متابع معنا.
نريد رأيكم الكريم حول مدى التنسيق بين المنظمات الإريترية خارج إريتريا، مدى التنسيق التي تقوم به والتعاون التي تقوم به تجاه شعب الإريتري، كذلك في الجانب أيضا التخصصات وما ينبغي عليه أن تكون. لو تحدثنا حول هذا. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. صحيح، حقيقة أنا سمعت جزء أخير من كلام الدكتور حسن، لكن عموما الموضوع مفهوم يعني. وأنا من الذين يرون أن هنالك التنسيق ضعيف أو يكاد معدوم ما بين المؤسسات الإريترية في خارج الوطن. والسبب الأساسي، واحدة من أسبابها، أن هذه المنظمات أصلا ليست لها إمكانيات كبيرة وليس لها دعم منظم، وليس هنالك تعارف حقيقي ما بين إدارات هذه المنظمات، وفي نفس الوقت يعني هي اجتهادات فردية من المنظمات في جلب الدعم. فده مخلي إنه يعني التنسيق ضعيف. كان في محاولة جيدة، ربنا يطلعه بالخير، الأخ عثمان رمضان كان قبل سنين أسس يعني شبه تكتل حوالي 17 منظمة عشان يعمل تنسيق بيناتهم في المجالات، ونجحت لفترة، ولكن ضعف الإمكانيات وعدم الاهتمام ما خلى فيه يعني نجاح للفكرة. أنا أقول التنسيق بين المنظمات فيما بينها البين ضعيف. بالنسبة للتخصصات، أنا كان عندي رؤية إنه نحن من ضمن التنسيق نخلي كل منظمة متخصصة في مجال أو مجالين على حسب الدعم الموجود عندها عشان يكون فعال. والنقطتين ديل حتى الآن نحن ما وصلناهم. تفضل شيخ برهان. طيب، برأيك ما الحل؟ ما الحل إذا كان هناك التنسيق ضعيف، رغم أن الدكتور خالد رمضان أثنى عليهم خيرا وأنهم قائمين جزاهم الله خيرا وتحية كبار لهم، ولكن إذا فقد التنسيق حقيقة هذا يؤدي إلى الضعف. ما الحل في وجهة نظرك أستاذ رمضان؟ الحل إنه أي موضوع إذا عاوز تنجحه تهتم به وتعمل له برنامج. هم كأفراد، كمؤسسات، كاجتهادات، كلهم شغالين ومجتهدين مختلف المجالات. لكن لأنه تخيل يا شيخ برهان، منظمة واحدة يكون عندها في الأيتام منظمة كاملة 15 يتيم، وفي مجال غازة عندها عدد كبير، ومنظمة أخرى عندها 200 يتيم، وثالث عندها 70 يتيم. تمام؟ فالمنظمة الواحدة تقييم، أنا أقول تقييم شخصي للمنظمات، كل منظمة وصلت لقناعة إنها لابد أن تعمل تنسيق مع الآخرين. لابد يكون برنامج بمساعدتكم أنتم باعتباركم مقبولين من كل الاتجاهات يا شيخ برهان. تمام؟ ويعمل برامج ودورات ويعمل جلسات ومؤتمر بالنسبة لهم عشان يجلسوا، عشان يشعروا بأن التنسيق في جهة ترعاه. أنا ده رأيي. جميل جدا. الحقيقة التنسيق لا بد منه، فيه فوائد كثيرة، وهو ينطلق من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي التعاون على البر والتقوى قوة للشعب الإريتري ويستطيع من خلالها أن يقوم. ابقى معنا أستاذ رمضان محمد نور، سنحتاجك إن شاء الله بعد الأمور. ابقى معنا حفظك الله. نعود لشيخنا الدكتور خالد رمضان. دكتور خالد، الحقيقة فيما يتعلق بدعم المهاجرين، قضية المهاجرين في السودان وجيبوتي وكذلك في مناطق مختلفة منذ أكثر من 45 عاما ونحن نعاني من هذه القضية. هل يعجز الشعب الإريتري أن يوجد لها حلا جذريا؟ وإلى متى ستستمر؟ ما هو الحل الجذري لهذه القضية دكتور خالد؟ أحسنت. الحقيقة هذه المشكلة مشكلة استعصت على الحل يعني. لأن اللجوء بالنسبة للجوء الإريتري أكبر مشكلة فيه أن الدول الحاضنة الناس ألفوا الحياة فيها. بدائل العودة إلى إريتريا فيها صعوبة شديدة يعني من حيث النظام، ومن حيث أيضا أن هؤلاء معدمين إذا رجعوا إلى إريتريا سيكونون
محتاجين إلى كل شيء، لا يجدون أعمال، لا يجدون يعني فرصة لأن يعني المنزل المناسب والدراسة المناسبة. فكل هذه من التحديات التي تواجه الناس، يصعب عليهم معها أن يرجعوا إلى بلادهم. لذلك الحقيقة هو يعتبر من أطول فترات اللجوء التي مرت على الأمة، ولا زالت المعاناة يعني مستمرة. الحاجة الثانية اللي زادت الطين بلة إنه اللجوء هذا متفرق، ليس في مكان واحد، بمعنى إنه هناك لجوء في داخل إريتريا، في نزوح داخلي، في لجوء في السودان، في لجوء في أثيوبيا، في لجوء في جيبوتي، في لجوء في اليمن. واليمن الآن تعيش وضع مأساوي، يصعب عليها أن تلتفت إلى معسكرات اللاجئين في الخوخة التي يعني أصبح فيها جيل وجيل آخر. يعني هذه كلها من التحديات التي صعبت الأمور على العاملين في العمل الخيري. والحقيقة يعني جزء من التحدي إنه المسألة لما تصير مدتها طويلة، المانحين أحيانا يعني يفترون من استمرار المنح، خصوصا إذا كان أصحاب القضية لا يدعون ولا يستمرون بالترويج والحث للناس على المشاركة في دعم المحتاجين. نعم. هل المشكلة دكتور حسن، الدكتور خالد رمضان، هل المشكلة سياسية أم المشكلة مادية اجتماعية؟ ما هي بالضبط؟ يعني هل يعجز الإريتريون أن يقدموا العون الكافي لإخوانهم في مناطق المهاجرين، بحيث أن كل أسرة إريترية مقتدرة تكفل أسرة إريترية غير مقتدرة؟ ألا يمكن هذا؟ يعني نظريا جميل، لكن حتى الأسرة المقتدرة كيف تصل إلى غير المقتدرة؟ أنت تعرف هذه المعسكرات يعني تعيش وضع تقني متدني. يعني أول حاجة مناطق المعسكرات هذه ليس فيها بنوك، ليس فيها مؤسسات يعني صرافة. يعني عشان يوصل مكان فيه صرف لازم حيقطع 3 4 ساعات 5 ساعات في بعض المناطق عشان يوصل لأقرب مكان يستلم فيه حوالة. لما يوصل مكان الحوالة ممكن يكون عنده تحديات تتعلق بالوثيقة التي يثبت بها شخصيته واسمه، ما يعني كثير من الأحيان ما عنده هوية. تحديات كثيرة، لكن لا شك أن الهم الأكبر والجرم الأكبر الذي يعني أجرمته يعني هو إجرام من طرفين. دول اللجوء نفسها في الحقيقة فيها تقصير تجاه الشعب الإريتري اللاجئ فيها، وأيضا الحكومة الإريترية باعتبارها أيضا هؤلاء رعاياها، وقصرت عن تقديم كل الخدمات لهم، لا على مستوى الهوية وعلى مستوى الاعتراف في قضيتهم، على مستوى الترويج لهم، على مستوى مساعدتهم. الحكومة الإريترية يعني نست تماما أن عندها شعب منسي ومضطهد ومحتاج إلى العناية. هي يعني لم تحسن إلى الناس في الداخل، كيف ستفعل ذلك؟ يعني أو كيف طبعا نحن الآن لا نتكلم عن دور الحكومة الإريترية ودور الدول اللجوء، نحن نتحدث عن دور الإريتري. ما دور الإريتريين تجاه إخوانهم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان من حلوله في القضاء على الفقر في المدينة المنورة أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، باعتبار أن المهاجرين كانوا فقراء قد تركوا أموالهم وديارهم وانطلقوا إلى الله ورسوله في المدينة، وأن الأنصار استقبلوا أهل المدينة أهل مكة المكرمة وآخى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى كانوا يتوارثون. يعني مثل هذه الأفكار لماذا لا تطبق في الشعب الإريتري؟ الشعب الإريتري يعني مثلا زيد من الناس من المقتدرين يكفل ما استطاع من الأسر، بحيث تكون الكفالة كفالة يعني تؤمن لهم الحياة الكريمة، تؤمن لهم المعيشة، تؤمن لهم التعليم والصحة، تؤمن لهم كاملا. ثم بعد ذلك يوجد حلول في مجالات تحويل الأموال بصفة رسمية نظامية. لكن أنا أتكلم لماذا لا يكون مثل هذا حتى نقضي على هذا البلاء من جذوره؟ نعم صدقت. يعني الحقيقة إذا غابت المسؤولية الرسمية لا ينبغي أن تغيب المسؤولية الفردية الشخصية للأفراد، لأن كما ذكرت أن الهم واحد، الهم كبير. المشكلة يعني ليست مشكلة بسيطة حتى نقول والله نترك إذا لم تقم الحكومة بدورها يعني ينتهي هذا الأمر. لا أبدا، بالعكس،
الواجب على الأمة كلها أن تتضافر جهودهم وأن يعني يعملون معا في نصرة إخوانهم ومساعدتهم. الحقيقة هذا الأمر سيخفف بلا شك، سيخفف بقدر كبير، وهذا الحقيقة أيضا واقع موجود. كثير من هذه الأسر تفيد أبناء الشعب الإريتري، خصوصا إذا تحدثنا عن دولة مثل السودان وجيبوتي، يعني فيها عدد هائل من الجالية يحصلون على المساعدات عن طريق يعني إخوانهم وقرابتهم وأهليهم. لكن لا زال الأمر كبير والخطر كبير، لا بد أن تكون المساهمة مساهمة عامة. هذا يحتاج حقيقة استشعار على مستوى الشعب بشكل عام، لا بد أن يستشعر الناس هذه المشكلة ويساهموا، وكل واحد يضع لنفسه قدر معين، قدر استطاعته من العوائل التي يكفلها ويساعدها، سواء كانت عوائل أو أيتام أو طلاب أو نحو ذلك، يحاول أن يخفف هذه الصعوبات التي يعني يواجهونها. طيب دكتور خالد، أحسن الله إليكم. المنظمات الإنسانية تقدم العديد من المساعدات للشعب الإريتري. برأيك ما هي أهم مساعدة التي ينبغي عليهم أن يقدموها للشعب الإريتري برأيك؟ ظروف اللجوء مختلفة من منطقة لمنطقة حقيقة. أما في الداخل الإريتري فالتحدي الأكبر في داخل إريتريا هو تحدي متعلق بالمعيش، رزاق الناس وأكلهم. الوضع المعيشي حقيقة يعني متدهور للغاية. لكن في معسكرات اللجوء، أنا في تقديري أن معسكرات اللجوء تفتقر إلى الصحة وتفتقر إلى التعليم وتفتقر أيضا إلى المعيشة. فهذا الثلاثي، الجوع والمرض والجهل، هو أكثر ثلاثي يهدد معسكرات اللجوء. الحمد لله النواحي الأمنية في كل هذه الدول مستقرة، وهذا يعني قدر جيد يوفر قدر جيد من الراحة لمجتمعنا، لكن لا زال الناس يحتاجون إلى عون مرتبط بالأكل والغذاء، الأكل والشراب، لأن هناك مشاكل تتعلق بمياه الشرب النقية الصالحة للشرب، وكذلك التعليم. المؤسسات التعليمية يعني متوسطة من حيث الجودة، وأيضا تعاني في الحقيقة من مستوى تعليمي منخفض. يعني في بعض المناطق أعلى شيء الصف الثالث متوسط، وفي بعض المناطق أعلى شيء الثانوي، لكن لن تجد جامعة تخدم النازحين واللاجئين، توفر لهم الدراسة بأسعار معقولة. لا يوجد الحقيقة حتى الآن جامعات تنفع يعني اللاجئين الإريتريين. لماذا دكتور خالد لا يوجد؟ ويجدونها بالدولار ويجدونها عالية. لماذا لا يوجد؟ نحن الآن نمتلك الحمد لله أكثر من 20 إلى بل تصل أحيانا إلى 30-40 مؤسسة ومنظمة خيرية إريترية. لماذا إلى الآن لا توجد جامعة واحدة تفيد الشعب الإريتري؟ لماذا؟ أنت قلت قبل قليل، يعني قلت أن هناك ضعف في التنسيق. 20 جمعية هذه لو أنها تعاونت فيما بينهم لأمكنهم تأسيس هذه الجامعة، لا تكلفهم يعني شيئا كثيرا، ربما يعني 2-3 مليون دولار تأسس لهم يعني جامعة من أروع ما يمكن، وفيها تخصصات متنوعة ويعني تفيد أبنائهم بشكل كبير. لكن حقيقة يعني جمعية واحدة يصعب عليها أن تقوم بهذا الجهد، لكن تحتاج إلى أن تتعاون مع أخواتها حتى يصلوا إلى هذا الهدف يعني. الله المستعان. أستاذ رمضان محمد نور، نوجه إليك هذا السؤال ذاته فيما يتعلق بجهود المنظمات. ما هو أهم ما ينبغي عليه أن تكون، وما هو دور التعليم لدى هذه المنظمات الإنسانية؟ أنت واقف عندها وترى أعمالها. محمد. طيب، حقيقة بالنسبة لي أنا ما أختلف مع الأخ الدكتور خالد كثير، لكن أقول أيضا يعني التصور، قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني نحن اللجوء الموجود في دول تعتبر فقيرة، والدول كان متقدمة. السودان كان من الدول، جامعة الخرطوم والتعليم كان من المستوى العالي، نفسه التعليم تدهور الآن. فأنت إذا جيت في بلد التعليم كان وأبناء السودان نفسهم البلد الأصلي
يعانوا من التعليم، من الفقر، من الفاقة، تلقائيا الذين أتوا إليهم في اللجوء حيكون أكثر معاناة منهم هم. ده واحد. الموضوع الثاني، كان في حاجة اسمها جهاز التعليم الأريتري، الله يرحمه المرحوم محمود سبه، يعني كان عنده دعم كبير من المملكة العربية السعودية، وكان مركز التعليم لفترات طويلة، وبعد الاستقلال انتقل إلى الداخل، فما بقت في جهة تعليمية يعني مكتملة الجوانب. المنظمات فعالة في المجال التعليمي، والمجال التعليمي ما ياخذ أهمية أكثر من المجال الدراسي ومجال البرامج الموسمية. فقلة الدعم ووجودنا في الأرض اللي هي نفسها فيها نوع من الضعف في الجانب التعليمي، وفي نفس الوقت يا شيخ قرآن ضعف القضية نفسها تطاول عليها الزمن، تأتي قضايا بتاع الدول الأخرى، حتى الآخرين الذين يهتمون بالتعليم بغيره يعطوها القضايا الحية، بيعتبروا إريتريا إنها الآن أخذت استقلالها، دي دولة الآن واللاجئين المفروض يرجعوا، ما يعرفوا الظروف الحاصلة. فلذلك الشيء الآخر برضو، نحن كإريتريين طريقة طرحنا للجانب التعليمي ما فيها تنسيق وما فيها قوة بتاع الطرح. الإسلاميين عموما بيركزوا على مراكز تحفيظ القرآن والمراكز تعليم النساء، أما المسائل بتاعت في المدارس، تأسيس مدارس، العدد عندنا ما كبير. أما موضوع الجامعة ده فيعتبر حلم يعني، وإن شاء الله يتحقق وما في شيء مستحيل. لذلك هذه الأسباب كلها مع بعض، يعني ممكن الآن نحن نفكر في المسألة بأنه بدون تعليم ما في تقدم، ما في تنمية، ما في استاذ تطوير. رمضان، استاذ محمد نور، احنا حقيقه تحيه اكبار للحكومه السودانيه وللشعب السوداني الذي قدم حقيقه كل غالي ونفيس لدعم الشعب الاريتري، وكثير من الاطباء والدكاتره والمهندسين تعلموا في، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، تعلموا حقيقه في جامعات السودان، جزاهم الله خير. لكن نحن نتحدث لماذا لا تكون هناك جامعه متخصصه للشعب الإريتري تقوم بتعليمه وإخراجه في جميع الجوانب العلمية الأكاديمية والتجريبية والشرعية أيضا. ما السبب؟ هل هو فقط لعدم التنسيق؟ يعني في ظل نحن الآن لو عملنا مسح ميداني للشعب الإريتري في مجالات في أوروبا وأمريكا وأستراليا ودول الخليج، نجد هناك رجال أعمال، ونكرر هذا كثيرا. ما المانع؟ هل هو فقط لعدم التنسيق ما بينهم؟ في دقيقة واحدة لو سمحت، وأختم لنا نصيحة للشعب الإريتري في هذا المجال. نعم، أول أشكر فعلا زي ما قلت الحكومة السودانية والشعب السوداني، واللجوء علمنا وتعلمنا. الشيء الآخر عدم وضعه كبرنامج وكهدف وكاستراتيجية بالنسبة لنا كمنظمات، ضعف منا نحن قبل التنسيق نفسه. تمام. وأنا أرى الإمكانيات ليست صعبة، لو فكرنا فيها الآن بدل نبكي على الماء اللبن المسكوب ممكن نعملها إن شاء الله. النصيحة عموما اللي بقولها أنا لنفسي وللمنظمات المشابهة، إنه كل ما التقت وعملت تنسيق ما بينها وناقشت مواضيع اللاجئين بجوانب التعليمية والجوانب الثقافية، ممكن نصل إن شاء الله النتيجة بتعاون منكم أنتم بالمساعدة. طيب، على كل حال جزاك الله خيرا أستاذ رمضان محمد نور، أشكر لك تواصلك معنا، ونستفيد إن شاء الله مما ذكرت ويكون في الأمر الواقع بإذن الله. دكتور خالد رمضان، أوشكنا على نهاية هذه الحلقة، ونود منك حقيقة أن تعطينا في دقيقتين ما ينبغي عليه أن تكون هذه المنظمات الإنسانية، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاستدامة من إيجاد أوقاف وما إلى ذلك، وكذلك في الجانب التنسيقي بحيث تكون هذه المنظمات بالفعل مؤهلة، كذلك أيضا في التخطيط الاستراتيجي في إمكانية عودتها إن شاء الله إلى داخل إريتريا بعد أن تتحسن الأوضاع. والله نعم، بارك الله فيكم. الحقيقة يعني فرص نجاح المنظمات في المجتمع الإريتري فرص كبيرة جدا جدا. المجتمع الإريتري يعني محب للدين، محب للتعلم، محب يعني للحياة، متفائل، صبور. ف يعني سيجدون كل العون من المجتمعات بمجرد نزولهم إلى هذه المجتمعات، سيجدون القدرات الجيدة، سيجدون الخبرات الجيدة، لكن فقط من يوظف هذه الخبرات ويحاول أن يفيد هذا الشعب. الحقيقة أن يعني
أيضا هذه الدول التي نتحدث عنها، دول السودان وأثيوبيا وجيبوتي واليمن، كلها يعني فيها معسكرات ومناطق نزوح ولجوء كبيرة جدا، وتستقبل عدد كبير منذ سنوات. والأنظمة المتعلقة بالعمل الخيري كلها في صالح الجمعيات الخيرية، لكن فقط من يشمل عن ساعدة يجد الاجتهاد وينزل بطاقته وقوته وأمواله لخدمة هذا الشعب. أنا أقول التفتوا فقط إلى هذا الشعب وستجدون ثمار التفاتكم سريعا وعاجلا بشكل يرضيكم وبشكل يعني تقر به أعين المانحين في أنحاء المعمورة. الأمر الآخر حقيقة أن يعني تمتاز بيئة العمل الخيري الإلكتري بالبيئة الاحتسابية. ستجدون عدد هائل من المتطوعين الذين يرغبون أن يساهموا معكم وأن يشتغلوا معكم وأن يقدموا العون لأهليهم، لكن فقط امنحوهم هذه الفرصة وامنحوهم هذا التنسيق. أيضا ما يتعلق بالإمكانات المادية والشراكات الدولية مع المنظمات، كلما كانت هناك تنسيقيات أكثر بين الجمعيات والمؤسسات، كلما كانت المؤسسات الدولية أكثر تفاعلا وأكثر يعني رضا وأكثر يعني خدمة لمجتمعاتنا. جزاكم الله خير دكتور خالد. انتهى الوقت. بارك الله فيكم دكتور خالد. أعزائي المشاهدين، باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لضيوف هذه الحلقة الدكتور خالد رمضان صوت وصورة، والدكتور حسن سلمان عبر الهاتف، وكذلك الأستاذ الكبير رمضان محمد نور. والشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم على حسن متابعتكم، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الإريتريين في الداخل والخارج، وأن يصلح أحوال المسلمين عامة. هذا أخوكم برهان يحييكم، وأسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء بكم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. يا وردة يعشقها أحبتي، يا عليك يا جنة عشت بها طفولتي. عشت بها طفولتي، يا عليك يا أنت يا ضحية الحروب يا أنت. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من
أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب إريتريا.